السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده كده خفيف وحلو وبيتاكل من غير اي لحوم خالص. زي ما انتوا شايفين معانا كده رز. انا عندي هنا نص كيلو رز، خدت نصه وبحمره بمعلقتين سمنة زي ما انتوا شايفين اهو كده. بحمره كويس قوي، وعندي النص التاني غسلاه وركناه. ده رز جميل والله وبيتاكل كده حاف، يعني من غير اي حاجه خالص جنبه. انا بحمره اهو زي ما انتوا شايفينه كده بيتحمر معانا. لازم يتحمر ويدي لون ذهبي كده جميل، عشان ما ينزل عليه الرز الابيض التاني. الاتنين بيندمجوا مع بعض بيبقوا حكايه. وبس لازم ايدينا فيه بقى تقليب تقليب باستمرار. بصوا ابتدى اهو يتحمر اهو. لازم ايدينا كده تبقى فيه عشان ما يبقاش ايه، حبه وحبه، يعني حبه ملسوعين وحبه ايه. لازم ايد اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انا بعمل كده. شايفين؟ لازم بقى في المرحله الاخيره دي ايدينا فيه باستمرار. شايفين اللون جميل ازاي؟ شايفين اللون الذهبي جميل ازاي؟ ولا الدخنه اللي طالعه منه دي ريحتها جميله، بتقلب بقى العماره كده، والجيران يبقوا ايه، هيتجننوا على حبه الرز دول. الرز ده طبعا بيتعمل جنبه اي حاجه اللي انتوا عايزينه. اي حاجه عايزينها اعملوه جنبها يتعمل، وممكن يتاكل كده عادي خالص. انا كده بنزل عليه اهو الرز اللي قايله لكم غسلاه تقلبتين كده مع معلقه ملح، ونقلب كويس قوي ايه، نخلي ده يدخل مع ده كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها. وننزل بقى بالميه. الميه طبعا حسب الكميه اللي انتوا عاملينها. انا هنا نازله بكوبايه ميه كبيره اهو. شايفين؟ الله الله الله، كده خلص خلاص. هنسيبه يغلي بقى. بوريكم اهو الميه بتاعته زي الفل كده. كده هنقفل عليه خلاص لغايه لما يستوي. وتعالوا بقى لما يستوي نشوف هيبقى ايه شكله عامل ازاي. هنغطي عليه كده ونسيبه يستوي براحته، وبعد ما يستوي هيطلع زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين جميل؟ والرزايه حبه وحبه حكايه والله، طعمه وريحته حكايه. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.